الطريقة دي لأول مرة على اليوتيوب، طريقة تخزين البطاطس لأكثر من 6 شهور. طريقة سهلة وناجحة جدا. انك انت تجيبي كم معلقة من الدقيق، عليهم معلقتين نشا أو أكتر حسب الكمية يعني، ودوب كل الكمية دي مع بعضها لحد ما يصبح السائل إلى حد ما زي ما انتم شايفين كده، مرن إلى حد ما، بحيث يسمح ان هو يمسك في البطاطس، ما يبقاش طري قوي ولا تخين قوي. حط البطاطس دي طبعا تشمس في الشمس فوق في صينية او على شكارة. دي انجح طريقة للبطاطس وافضل طريقة. افضل بطاطس تخزنيها هي البطاطس اللي لونها احمر من بره، بيبقى عليها قشرتها حمراء. بصوا الكمية دي لو انت خزنتيها بعد كده في كرتونة، البطاطس ابدا ما هتبقاش طرية وهتبوظ منك، وهتفضل معاكي لاكتر من 6 شهور. اتمنى تشجعوني.